يا أخواتي، القضية ليست فقط قصة كما ذكرت لكم، لكن حتى يعرف الناس هذا الساحر الذي نذهب إليه علشان نعالج ولدنا أو بنتنا ويطلب منا اسم الأم أو يعطينا طلاسم أو يقول خلوا ولدكم يعتزل الماء شهر كامل أو أنه يجلس في غرفة لوحده أو يذبح حيوان بصفة كذا وكذا. هؤلاء كلهم سحرة بلا شك في هذا. والأخ الذي معنا اليوم يبي يبين لنا شنو المراحل التي يمر فيها الساحر وما هي علاقته بدين الله جل وعلا. الشيخ ذكر اليوم كانت تسمى كرامات، وكان يتصور أمام الناس بأنه رجل صالح، وكان يجلس في مسجد كما يوهمون للناس، ولكن انظروا ما الذي فعله بعد هذا. تفضل شيخ، الآن أنت حصلت على الكتب. حصلت على الكتب، فبدأت أقرأ بعض الطلاسم كما هو مشروط فيها بالعدد أو بالأرقام، حتى توصلت إلى مرحلة حضور الروحاني الكبير الذي يقولون عليه، اللي هو الشيطان. الذي هو شيطان، وإنما قالوا هو روحاني، يعني روحاني عظيم، عليه من الوقار ومن المنظر الذي يحب فيه حقيقة. وشفت شيخ بعينك؟ رأيت وهو واقف أمامي، نعم، متلبس بتلبيسه هيبة جدا، أبيض وعليه الشعر الأبيض والثياب البيضاء. ثم طلب مني ماذا طلبي منه؟ فطلبت منه تسخير بعض الخدام أو بعض الروحانيين لخدمتي، فانصرف عني. ثم رجعت إلى قراءة بعض الطلاسم الأخرى التي هي بعد هذا كله، فوصلت لي مجموعة من الخدام الذي قد أرسلهم إلي، وبدأت تسخيرهم. قد أرسلهم إلي على أساس أنه أكون في حوار معهم، في ماذا سأستخدمهم، لأنه في خدام علويين كما يقولون وفي خدام سفليين. الآن يسمونها يا شيخ التابع، احنا عندنا أحيانا يسمون الأجواد، يسمونهم بعض الأسماء، والروحانيين مثل ما تفضلت أنت. كل أسماء شياطين. كلها أسماء شياطين، ما فيها شيء. فرجعت أقرأ باسم صمصيائيل وطهطهائيل الذي يقولون أنهم أشقاء لعزرائيل وجبرائيل وميكائيل وغيره، يقولوا هم أشقائهم وليسوا منهم بشيء، وإنما هم شياطين. طيب عفوا شيخ، أنت الآن بدأت بقراءة طلاسم وقرأت هذه الكتب وخلاص، وبدأت بالمرحلة الحقيقية الآن. بدأت في المرحلة الحقيقية التي هي أول الشروط، هي الخلوة في مكان بعيد عن أنظار الناس، وفي نفس الوقت لا يحس الناس بما يحصل مع الساحر في هذه الخلوة. فأنا نفذت هذه الشروط التي هي الخلوة، فذهبت إلى بعض المغارات، فوصلت إلى هذا المكان، فطلب مني الاحتذاء بالقرآن الكريم. إيش يعني الاحتذاء بالقرآن الكريم؟ مصحف يشق نصفين من سورة الكهف، يشق هذا المصحف نصفين، يوضع كل نصف في قدم من الأقدام، أعوذ بالله، ثم يمشي عليه. المصحف الآخر يقطع أوراق ويفرش في المكان الذي فيه الخلوة، يفرش لأجل تمارس عليه الرذيلة وتوضع عليه بعض النجاسات والقذرات. من الذي طلب منك هذا؟ هذا طلبوا مني الروحانيين الذي يقولون عليهم وهم الشياطين، أنك تدوس على المصحف في حذائك. نعم، تدوس عليه وتوضع عليه القذرات وتبول عليه، الله يكرمك، ريقة الماء 40 يوما. 40 يوم. طبعا تجتنب الماء، لا تغتسل إذا رقت الماء أو تأذيت أو شيء، لا تتوضأ، لا تغتسل أبدا، لا وضوء ولا استنجاء ولا غسل. 40 يوم، 40 صباح. وتدوس على المصحف 40 صباح. وأنا في هذا المكان، في هذه الخلوة، بعد 40 يوم خرجت من هذا المكان، الله يكرمك، الكلب يمكن له رائحة أحسن من رائحتي، من ما فيني من النجاسات وما فيني من القاذورات وما فيني من الوسخ. فهذا كانت أهم متطلباتهم. الشروط الأخرى هو إني لا أدخل في مجالس الذكر، لا أجلس مع الناس الصالحين، لا أقرأ القرآن بقراءة حقيقية، وإنما سمح لي بقراءة بعض الآيات القرآنية لخداع الناس فقط أمامهم. كيف هذه؟ عندما يأتي المريض إلي، طبعا أنا إذا لم أكن أقرأ القرآن أمام الناس أو أصلي أمام الناس، ما حد بيأتي إلي، بيقولون هذا كافر وما يأتون إليه، ولكن أحببهم إلي أن أنا أقرأ القرآن، تتظاهر بأنك تقرأ القرآن، وأنت تدوس عليه، تتظاهر أنك تصلي. نعم. وأنت غير طهارة. وأنا قد سويت ما يخرج الإنسان من الملة بالمرة. ففي بعض الأوقات لما أمشي مع بعض الناس في الشارع، أسمع الأذان في المسجد، أخش معهم المسجد
مضطرا لان الناس يشوفونك. ايه يقولون انت متوضا، اقول لهم الحمد لله انا ما خرجت، لو صليت ركعتين الضحى وما كنت صليتها ولا اي حاجه، اكون على جنابه، اكون على نجاسه، وادخل معهم المسجد على اساس اصلي. طيب شيخ، انت قلت تعالج الناس، هل كنت تمارس العلاج يعني؟ كنت اوهم الناس اني اعالجهم وانا اضرهم. ما في حاجه معالجه اسمها. انسان يذهب الى عند انسان زي هذا، زي ما كنت اقصد، يعني ما يطلب منه علاج. وكيف يعالج الناس وهو بحاجه الى علاج هو نفسه. طيب تقرا القران لما ياتي المريض؟ كنت اقرا القران، اقرا بعض الايات القرانيه، ثم ادخل في عمليه الشرك. مثلا اقرا في بعض الايات القرانيه، زي ما اقرا ايه الاخلاص مثلا على المريض، ثم ادخل ايش؟ يا ملب الهاتفين، يا سراج الصالحين، يا كذا، يعني بعض الاسماء اقوم بدعوتها، ثم ادعي الطهطائل والصصائل لتسخير الخدام الاخرين باعانتي على هذا العمل. طيب شيخ، الكهانه والعرافه، في ناس تاتي المعالج يقول انت شنو فيه بدون ما يقرا، بدون ما يسال اصلا، ويعرف اسمه احيانا، يحصل معك هذا؟ نعم، هذا حصل معي، لانه الشياطين الذي عندي تاخذ المعلومات من المريض، من قرين المريض، الشيطان قرينه، لانه كل انسان وله قرين من الشياطين. فتاخذ المعلومات هذه كلها من قرين المريض. مثلا انت تاتيني من الكويت الى اليمن، مجرد ما توصل عندي اهلا بفلان بفلان، او اشرك باسمك، انت تعرفني؟ اقول لك نعم انا اعرفك. كيف يعني ما اعرف اسمك وانا لي كرامه وانا لي كذا، انا لي خدام روحانيين. انت جيت تسال عن المرض كذا كذا، اي نعم، او تسال عن الحاجه الفلانيه كذا، نعم، مثلا عندك ضايعه او عندك شيء هلك او عندك شيء، اخبرك. انا لا اعلم الغيب، ولكن انت تتوهم اني اعلم الغيب، ولكني علمتها عن طريق الشيطان. والشياطين طبعا تقوم بهذه المهمه، ولها خدمات، ولها يعني ثمن، لازم ادفع ثمن هذا. طيب شيخ، في بعض الناس الان ياتي الى المعالج اللي هو الساحر نفسه، يطلب منه يذبح مثلا شاة سوداء او ديك صفته كذا وكذا، واحيانا ياخذ دمه ويلطخه في كذا مثلا الدم، واحيانا يطلب منه بعض الطلبات الغريبه. ليش هذه الطلبات؟ اولا المساله ليست بنوع القربة التي يتقرب بها الانسان الى الشيطان، ليست بنوعيتها، وانما يعني من باب ان يوهموا انه ما ستنفعه الا الحاجه الفلانيه. العله في هذا كله هو الاشراك، ان يذبح هذا الشيء لغير الله سبحانه وتعالى. الكفر. القصه مش بعينه الذبيحه التي تذبح، القصه لمن تقدم. القصه لمن تقدم هذه هي ذبيحه. هل هي لله؟ لا. هل الشياطين تطلب الصفه الفلانيه؟ ولا قد تطلب الشياطين مثلا، يعني الشيطان قد يقول للخدم حقه هذا ان يطلب الشيء هذا. لاني اكثر ما تحب الشياطين اللون الاسود. اللون الاسود هي اكثر ما تحبه الشياطين. يقول له مثلا راس من الغنم اسود على شعره، ما في بياض، ما في حمار، ما في صفار، يعني اسود، او ديك اسود، او ثور من البقر اسود. هذا اذا شاف رجال مرتاح كذا وش يقدم لهم حاجه. ايه. طيب شيخ، كنت تمارس بعض انواع من الشعوذه، كنت تمارس بعض، والناس تظن انها كرامات. مثل ما يحصل بعض الناس يظن هذا الشيخ الفلاني وهذا السيد الفلاني عنده كرامات. وشوف ايش انواع الشعوذه اللي كنت تمارسها، يعني بعض انواعها؟ والله من باب الاسترهاب للناس مثلا، الذي يظنون الناس ان هي كرامات من الله سبحانه وتعالى، وليست بكرامات وانما هي يعني باعمال شيطانيه. لما ياتيني المريض فاقوم بمعالجته. اوهم الناس اني اقوم مثلا اتوضا في الحمام الله يكرمك، وارجع اصلي لله تعالى ركعتين. بالعكس انا لا ادخل اتطهر، وانما ادخل اتنجس في الحمام. والناس تظن انك توضيت. والناس تظن اني دخلت للطهاره وانا دخلت للنجاسه. قد امارس اشياء في الحمام يعني تسود النجاسه. فاخرج امام الناس، اوقف على السجاده واصلي. وانت على غير طهاره اصلا. اول شيء اقول لهم الله اكبر. بعدها ما يعلمون ايش اقول في نفسي، وهي كلها أدعية بعض الأشياء، توسلات إلى الشيطان، قربات. عجيب. ثم أسجد إلى الشيطان عندما ينتصب أمامي كذا وأسجد إليه. تراه؟ أراه. يعني قد يتمثل أمامي كذا زي الكلب أو زي القرد أو زي الخنزير أو كذا. وتسجد له. فأسجد وهو أمامي. فأنتهي من هذا كله، فأقوم أطلع الخنجر اليمني معروف الجنبية، أوهم الناس أن أنا إيش أخدم بها. أدور على المريض وأدعي الله في البداية على أساس الناس تطمئن لي. نعم. يقول ما شاء الله على قيام وعلى سجود وعلى ركوع، يعني رجل صالح. فعندما يشوفون الرعشة في جسدي يقولون الكرامة جاءت، الكرامة وصلت.
وهي التلبسة الشيطانية في هذا الوقت. فأقوم أوهم الناس أني دخل الجنبية في جسمي. تضع الجنبية يعني أضرب الجنبية بأيدي الثنتين، وأجي أضرب عليها بحجر أو بشيء حتى تدخل، حتى توصل حد المسكة حقها. داخل البطن. ما هي بداخل البطن أصلا. والناس تشوفها بس داخل البطن. أنا تأتيني تلبيسة شيطانية. أي. تلبيسة أي وقاء شيطاني يكون من المكان هذا مثلا إلى تحت السرة. فأنا أضرب الجنبية في هذا الشيء. إذا هذا اللي نشوفه أحيانا في الأفلام وبعض الصور، الشيش اللي يضرب الخنجر والسيف وكل شياطين. كل خيال. تعامل مع الشياطين كل خيالية. مش كرامات مثل ما يصورون الناس. كرامات؟ ما فيش كرامات من هذه. نعم. أنا لو تدخل لي الإبرة تخرجني وأموت فيها. نعم. ولكن يا أخي أنا أقول لك إنه لا يقع في هذا إلا ضعفاء الإيمان. لا يصدقون لهذا الشيء إلا ضعفاء الإيمان. أنا في حادثة حدثت علي من بعض الإخوان الملتزمين جزاهم الله خير. أنا في البداية كان خصمي ولكن الآن قد هو حبيبي. يعني دخل علي وأنا في أثناء الخدمة هذه الذي أنا أضرب بالجنبية في جسدي. فمجرد ما فتح الباب قرأ قول الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. مجرد ما فتح الباب انفلتت مني الشياطين. الله تركت الشياطين لحالي. وين راح؟ إيش مصيري؟ ارتقمت على الأرض. دخلت الجنبية في بطني. دخلت الجنبية حقيقة في بطني. الله. فقاموا الناس أسعفوني المستشفى 3 أشهر وأنا أعاني من هذا الألم، لأنه خرجت 3 خروق وليس خروق واحد. يعني وصلت إلى مكان نهائي من قوة الضربة الذي أضربها أمام الناس. فقط ذكر آية الكرسي. آية الكرسي. فطارت الشياطين. الله أكبر. والولد يعني طبعا هو ما صارحني إلا بعد ما تعهد الثانوية دحين بعد التوبة. نعم. وقال لي أنا قرأت قول الله سبحانه وتعالى كذا. الله لا إله إلا هو. طبعا لأن الله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهو أجى بسلاح دمر كل شيء. وهي كلمة خفيفة ولكنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وثقيلة على الشيطان. صدقت. والناس ما تدري إيش اللي صار. الناس ما تنتبه أصلا. فأنا رجعت تعذرت يعني ومن سوء الحظ الذي ما خلاني اشتبت. يعني كان تكفيني هذه، ولكن من سوء الحظ إن المرأة هذه جت لها الدورة الشهرية. في نفس الوقت. فقلت لهم طبعا الشيطان أخبرتني، فقلت لهم المرأة جت لها الدورة الشهرية. فقالوا كيف؟ هي صلت المغرب والعشاء وقمت اشتغل، كيف جاءت الدورة؟ قلت اسألوها. وأنا في المستشفى. فسألوا قالت نعم حسيت بالخضار، أي حسيت بشيء خرج مني في لحظة ضرب الجنبية. لماذا؟ لأجل أني لا أعتقد أنها هي آية الكرسي. نعم حتى تصرف قضية آية الكرسي، فقلت الدورة هي كانت السبب. أيوة. أنا أتأكد من هذا في البداية، كنت أقول ما هي إلا الدورة وليس آية الكرسي، ولم أظن في الرجال هو كشي. ولكن بعد فترة تأكد لي هذا. ليش؟ بعد التوبة كنت أقرأ القرآن فيختفي عني كل شيء. تذهب الشياطين. طبعا مجرد ما تأتي بحوار معي أو كذا أقوم على القرآن تذهب مني. والعكس صحيح، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.